اهي الدنيا بس تتمطر شويه واغاني فيروز تملى الشارع وابدا احس بمشاعر لناس مش موجوده اساسا، لدرجه اني ممكن ابدا ارد على رسائل القذر عادي جدا. بس اهو اي حبيب نمشي بيه نفسنا، حبيب مش حليب زي كل سنه. احنا ليه بنحب في الشتاء؟ بدأت ألاحظ إن ستوريز صحابي كلهم قلبت قلوب وتبادل هودي وحاجات مش فاهمة حصلت إمتى. ده نصهم كان مفركش في أغسطس والنص التاني كان ضد البشرية عامة، مش الرجالة بس. من الواضح إن مش بس أنا اللي التساؤلات دي شغلت تفكيري، لأن لقيت إن الموضوع ليه أسباب نفسية فعلا، ودراسات حطت سببين. أول سبب قالولك إن اختلاف شكل اليوم هو السر. يعني في الصيف النهار أطول، بالتالي في فعاليات كتير بنعملها، شغل وخروجات وفسح وسفر للبحر. طول الوقت عندك خطة وفي حاجات تتعمل والدنيا زحمة وفي كده ونس طول الوقت. وأول ما يدخل شهر 9 ويبدأ الخريف الحاجات دي بتبتدي تقل بالتدريج لحد ما نوصل لشهر 12 وتبقى لسه بادئ اليوم تلاقي الليل ليل، فتلاقي انك مفيش حاجة قوي هتعملها غير انك تروح تنام وتتدفى في بيتكم. وده معناه انك هتقضي الليل كله لوحدك في حالة لو انت سنجل. ولو حبيت تتسلى هتشوف اي فيلم كده عن الاجواء الشتوية، وبنسبة 70% هتميل لفيلم كوميدي رومانسي وتتخيل نفسك مكان البطل، وتبدأ تفهم انك محتاج حد يملي الفراغ اللي عندك طول الوقت. محتاج شخص تكلمه بالليل وتقول له كل افكارك اللي حتى النوت بتاعتك مش مهتمة بيها، بس هو هيبقى مستعد يسمع بكل اذان صاغية. فبدل ما انت مقفل على نفسك ورافض اي نوع من الارتباطات، بتسمح للي حواليك يخترقوا الحاجز اللي انت كنت حاطه لنفسك. يعني تمام بالنسبه لك ترد على مسج من شخص مش عارفه عشان نفسك بس تعيش احساس حلاوه البدايات، او توافق ترجع للاكس اللي انت متاكد انه هيسفلت وشك تاني، بس بترفع شعار ابو قديمه ربنا يديمه. طب ده اول سبب. تاني سبب ايه بقى اللي ممكن يخلينا نحب في الشتاء؟ هالنت بن أري المختصة في علاج العلاقات العاطفية بتقول ان مع نهاية السنة الناس بتبدأ تعيد حساباتها ويشوفوا هم السنة اللي فاتت زي دلوقتي كانوا بيفكروا في ايه وعايشين في ايه. يا ترى ايه الاهداف اللي حققوها او فشلوا في تنفيذها؟ وممكن من كتر ما بتحسب انك خسرت وكسبت ايه تحس انك فاشل وان ما قدرتش تنجز حاجة زي ما كان في خيالك. يعني مثلا ما خسيتش ولا ترقيت في شغلك او رحت جيم حتى، وفي اللحظة دي ممكن من غير ما تحس تقرر تستسلم وترفع الراية البيضاء وتفقد الامل في انك تعمل اي حاجة صح، عملا بمبدأ اللي ذاكر ذاكر. فاي علاقة عابرة قدامك تتعرض عليك وتحس انها ممكن تبعدك عن افكارك دي ولو حتى بنسبة 50% هتدخلها من غير تفكير. اهم حاجة ان ابقى حسيت ان انجزت في حياتي في الوقت البدل ضايع. تيجي تقولي طيب سواء السبب الاول او التاني ايه المضر يعني ان ارتبط في الشتاء؟ لان انت هتفركش اول ما الصيف يطلع. وده مش كلامي، ده كلام تابيا فينكلر خبيرة العلاقات، واللي من وجهة نظرها ان استعجال السناجل في دخول اي علاقة في الشتاء بيخليهم يقدموا تنازلات كتيرة، زي مثلا انك توافقي على ارتباط من حد اقل اجتماعيا او ثقافيا منك. بس التنازلات اللي بتقدمها دي اول ما الصيف يطلع وتبقى خلاص مش محتاج لحد هتفوق وتقول لنفسك انا بعمل كده ليه في نفسي وتفركش. فنصيحة مني يعني النوم بدري مفيد وخصوصا في الشتاء، وحاول توصل لشهر 3 بخير وكل حاجة هتكون كويسة.